يا أهلا وسهلا. أبغى أعمل اليوم ستيك، هعمل ريب آي، وأبغى على جنب يكون في بطاطس. البطاطس اللي هعملها كده هتكون وجز. سلقتها لمدة من 3 إلى 5 دقايق. البطاطس كده اللي تيجي حجمها شوية صغير، ما هي مرة كبيرة. ونبدأ نتبل. هتبلها أول شي هحط عليها زيت زيتون. طيب، كمية كويسة من زيت الزيتون عشان نغطي البطاطس وتطلع معانا مقرمشة. ونحط زعتر عليها، زعتر مجفف. وعندي هنا بابريكا مدخنة، وشوية بودرة ثوم وبودرة بصل وملح وفلفل أسود. بس بوريكم الدهن اللي قاعد يطلع من الستيك، شايفينه؟ هتلاقوا الدهون بدأت تطلع. بعدين نحط الستيك عليها، لازم النار تكون مرة عالية. لو تبغوا ستيك يكون ميديوم ويل، سوري مو ميديوم ويل، ميديوم رير، تقدروا تخلوه دقيقتين على كل ناحية. ولو ميديوم ويل 3 دقايق. فخلاص أنا عندي هنا الساعة بقيلي 30 ثانية، وأقلبه على الناحية الثانية. قلبت الستيك، شوف اللون اللي أخده. عندي دحين دقيقتين وخلاص حيصير معايا الستيك جاهز. بس لا ننسى الناحية الثانية كمان نحمرها شوية. بعدين طيب، عشان اليوم أنا حامل 3 ستيكات فحطبخ كل واحدة. بعدين في الأخير هحط الستيكات مع بعض وأسوي التنكيه اللي هو بالزبدة والروزماري والثوم. هذا آخر شيء. بس لو أنتوا هتعملوا بس ستيك واحد، خلاص أول ما تستوي معاكم تحطوا الزبدة وتحطوا لما تقرب تستوي، وتحطوا الروزماري والثوم والمنكهات، وتصيروا تغطوا الستيك حقكم بالزبدة عشان ياخد كل النكهات.